السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائنا الأعزاء، وحشتوني جدا. بقالي فترة طويلة جدا جدا، بقالي يجي شهر وشوية كده ما طلعتش مع حضراتكم لايف، ولكن أنا طالع بس أصحح كده كام معلومة كارثية. بالنسبة طبعا للفترة اللي أنا انقطعت فيها عن التحليلات الخاصة بالذهب والأسعار يعني أسعار السيارات والعقارات والذهب والمعادن والحديد ومواد البناء والأجهزة الكهربائية، كل الكلام ده طبعا كانت مرتبطة بفترة كده، فترة أنا عديت بيها، ولكن هدخل على طول في الموضوع. يعني انا عايز حضراتكم يعني تركزوا معايا في الكام كلمه اللي انا هقولهم، عشان الكلام اللي انا هقوله ده كلام مهم جدا، كلام في منتهى الاهميه. الناس بتقول اولا كده نمسك المعلومه الاولانيه، ان الذهب استثمار. الذهب يا امي مش استثمار، الذهب ليس استثمار. من قائل هذه العباره؟ العبد لله اللي بيتكلم ده، عبد لله اللي هو اول واحد طلع على مستوى الجمهور، على مستوى الدنيا، وطلع قال ان الملاء في اول بدايات المشكله الاقتصاديه من 2016 لغايه يومنا هذا، وانا بقول ان التضخم في حاله انفليشن اللي بيحصل، ان الملاذ الامن الذي يحتوي هذا الارتفاع وهذا يعني التضخم، سواء بقى بكل انواعه، اذا كان جامح راكد زاحف ايا كان مكان، واخطرها اللي هو المستورد اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي، اللي حاج جروم باول اللي هو رئيس البنك الفيدرالي اللي عمال كل يوم والتاني من اول ما بدايه الازمه وعمال بيقول انا هنزل التضخم من 5 ل2 ل4 ل2 ل3 ل2، ولا هو عارف يحبب اي حاجه في الدنيا. بس اللي انا عايز اوصل ليه لحضرتك او لحضرتك، ان الذهب هو الملاذ الامن الذي يحفظ قيمه الفلوس في حاله الارتفاع العام والمستمر للاسعار، وهو ده مكنون تعريف التضخم. ده مبدئيا كده. استثمار يا دكتور احمد؟ الذهب ليس استثمار. امال احنا بنسمع ان الذهب استثمار، ده فين بالظبط؟ الاستثمار المقصود به في الذهب هو حضرتك الجزء الخاص ب صناديق الاستثمار اللي بتحط فيها الذهب، او الجزء الخاص بالتداول، وده ليه قصه كبيره جدا جدا ملهاش علاقه بخالته ام احمد اللي جايبه خاتم ذهب وحطاه، عشان حطاه في ايديها بتحتفظ بيه للزمن، او هتاخده في يوم من الايام تقلعه عشان تجهز بيه البنت سعاد اللي داخله تجهز نفسها. ما دون عن ذلك، انت حضرتك ما تقعدش في الرايحه والجايه وتقول انا بجيب الفلوس عشان استثمرها في الذهب. الذهب ليس استثمار يا جماعه، الذهب هو حفظ وعاء لحفظ قيمه الفلوس من ارتفاع قيمتها او انخفاض قيمتها. ارتفاع قيمتها نتكلم فيها بعدين، وانخفاض قيمتها زي ما احنا بنتكلم فيها دلوقتي. ودايما احنا بنقول في حاله ارتفاع قيمه النقود، ارتفاع قيمه النقود لما قيمه الفلوس بترتفع، بيتم الاستغناء عن جزء كبير جدا من الذهب نظير الاستثمار، او هنا بيتجه السلوك العام لدى الناس ان بيستغنى بجزء كبير جدا من الذهب نظير الاستثمار بقى الحقيقي، سواء اذا كان في استثمار عقاري او استثمار مشاريع تصنيع زراعي صناعي بيئي خدمي، ايا كان من مكان في اطار هذا الاستثمار. ولكن خدعوك فقالوا ان الذهب بيتم الاستثمار فيه. طب حد هيطلع يقول لي والله يا دكتور احمد انا بجيب الذهب من امتى؟ كان في فتره اللي هي لما الذهب كان بيبقى فيه فتره صغيره، يعني وقت ما بينزل بنشتري من الواطي وبنبدا ان احنا نبيع في العالي. ده حضرتك نوع من انواع المضاربات، وده مش هتكلم فيه دلوقتي. ولكن انت حضرتك دايما بقول ان في ظل هذه المضاربات اللي انت حضرتك بتعملها، وفي ظل هذا الزخم اللي بيتم، حضرتك لو حبسك الذهب في دايره ارتفاع، انت حضرتك كده ما استثمرتش، انت حضرتك كده اتحبست. طب ما تدينا مثال عمل على كده يا دكتور احمد. الناس الطماعه، مش الطماعه، الناس اللي اتضحك عليها، اللي اشترت ذهب في لما الذهب طلع لغايه 4000 لغايه 4000 3800 3700. الناس اللي اشترت في الحته دي كانت قصتها ايه؟ قصتها ان هي استندت الى معلومات مغرر بيها، معلومات الحناتير، معلومات الحق ده الذهب ممكن يوصل ل 5000 و6000 والكلام ده. على فكره
عاجلا ام اجلا على المدى البعيد، على لونج تيرم. بص حضرتك على المدى البعيد، المدى البعيد ده يعني حضرتك ممكن يكون مثلا في دايره 4 سنين، 3 سنين، 5 سنين، ممكن نقول 5 سنين. الذهب وارد جدا انه يوصل لغايه يكسر حاجز ال4.5 كمان جدا، ده الذهب العالمي. لكن ما اقدرش ان انا في الفتره الحاليه، فتره السكون والارتقاء بالنسبه لدايره التحركات السريعه والمتواليه، السريعه والمتواليه، خلي بالكم. المتواليه العدديه مثلا زي ما احنا بنقول ايه، 20 40 80، يعني بتقفز قفزات بمتواليه وسريعه مش عارفين نمسكها. تمام. على مستوى العالم، سواء اذا كانت هذه التطورات تطورات جيوسياسيه او تطورات اقليميه او تطورات خاصه بالمعلومات، الاغتيالات اللي بتتم، الحروب، المشاكل، الصراعات، كل هذا وذاك، كل هذه التغيرات والتطورات، احنا دايما كمحللين اقتصاديين او يعني ناس في دايرة قراءة واستقراء وتحليل أسواق المال والتطورات الخاصة بهذه أو المرتبطة، التطورات الاقتصادية المرتبطة بهذه التطورات الجيوسياسية، دايما بنقول أن الأنباء والمعلومات ليها دور قاتل بعيد خالص عن دايرة العرض والطلب، السبلاي والديماند اللي احنا كنا عاملين بنقول عليهم على طول دول خلاص. دي كانت عوامل اساسيه. دلوقتي في الالفيه اللي احنا فيها دلوقتي، ان العوامل من ضمن العوامل المؤثره على دايره اتخاذ القرار في انك تكتنز او تاخد الذهب او تشتري الذهب او ان انت تحتفظ بالذهب او بالمعلومات والقرارات اللي موجوده. فجاه احنا بنبقى قاعدين يا جماعه، الحاج جروم باول بيقول كلمه بتقلب الدنيا كلها. جروم باول اللي هو رئيس البنك الفيدرالي، عشان الناس تبقى عارفاه، الراجل ده بيقول قرارات بيستند الى مؤشرات. واحنا عندنا يا جماعه دلوقتي، عشان نبقى احنا عارفين، الجمهور الجميل المحترم الواعي جدا جدا جدا، وانا براهن على حضراتكم قدام العالم كله ان هذا الجمهور في خلال 360 يوم جايين ان شاء الله باذن الله، لو استمر على هذا النهج ان بيتابع كافه التطورات وكافه التحليلات اللي احنا بنقولها، لا يصبح هذا الجمهور هو الجمهور الواعي الاوحد في هذه على مستوى الشرق الاوسط. دايما احنا بنقول الكلام ده ليه؟ لان احنا دايما بنستند الى يعني رصد علمي، بحث علمي، بنستند للملاحظات، للمشاهدات، مش شغل ال3 ورقات ولا شغل الهمبكه اللي احنا بنشوفه. النهارده انا عندي المؤشرات العالميه. النهارده لما خالته سعاد اللي قاعده عندي على الصفحه لما تقول والله يا دكتور احمد هو ايه مؤشرات، ايه جديد النهارده، المؤشرات الجديده اللي هتطلع النهارده، ايه اللي هتغير ده في حد ذاته انا بالنسبه لي حاجه واو جدا. النهارده لما نقول ان المؤشرات العالميه من ضمن المحركات الاساسيه، زي مؤشر المستهلكين، مؤشر المبيعات، مؤشر البطاله، مؤشر التوظيف، مؤشرات كتيره جدا جدا جدا. المؤشرات دي لما بتطلع يا جماعه بتقلب الدنيا. لو جت سلبي بتاخد معاها الذهب لتحت، لو جت ده انواع في انواع بياخد معاها ايجابي بيطلع الذهب لفوق. وفي علاقه عكسيه ما بين الذهب والدولار. الدولار طالما ارتفع يبقى الذهب لازم ينزل. ليه؟ لان الناس بتجري على الدولار، الناس بتتنازل عن الذهب وتبدا تجري تشتري دولار. بتكلم بمنتهى البساطه عشان الناس تعرف الحدوته. تمام. والعلاقه الثانيه امتى بقى يبقى دلوقتي في حاجه جديده دلوقتي ظهرت ان في انواع من المؤشرات بترفع الاثنين، الذهب والدولار، يبقى في حاله تخبط في السوق العالمي. فبالتالي تبص تلاقي ان دلوقتي زي الفتره اللي احنا فيها دلوقتي، الذهب ماشي مع الدولار شويه طالع لفوق، شويه بينزل تحت، شويه واحد بيختلف والثاني بيختلف. طب ده فايدته ايه يا دكتور احمد؟ فايدته ان بيعمل حاله من الثبات المؤقت في الدائره المؤقته لدى الذهب. والدليل على ذلك ان دلوقتي الذهب محبوس في دايره ال3000، ما بين ال3000 3150 3200. ودايما احنا بنقول اذا كان الذهب عند حضرتك عشان انت تشتري الذهب، اشتريه حضرتك في الفتره اللي احنا بنقول عليها دايما في دايره اللي هي مثلا ال 3200 دولار بالنسبه للسعر العالمي، وما يسقط عليه بالنسبه للسعر المحلي. اسف 3000. طالما ان السعر الذهب ما زادش عن ال 3200 جنيه بالنسبه اللي هو بنقيسها دايما بالذهب اللي هو الشعبي اللي هو ال 21 جرامات 21، عشان بس بنبسطها للناس. طالما ان هو ما ارتفعش عن ال 3200 جنيه حضرتك، ده فرصه وما تحتها فرصه حضرتك يعني شراء كويسه جدا جدا جدا. طب ليه اشمعنى 3200 جنيه يا دكتور احمد؟ عشان خاطر الانباء والمعلومات والتطورات الجيوسياسيه اللي جايه بعد كده ممكن تتشفت وتنقل الذهب لدايره اعلى من ال 3000
و300 3200 ساعتها احنا نقول احنا كنا فين من الفتره اللي فاتت. فاذا من خلال هذا البث ومن خلال هذه المعلومات الكتيره اللي انا عايز اقولها، اللي انا انقطعت من خلال فتره كبيره ان انا كان نفسي ان انا اقول واوضح اكتر واكتر واكتر، انا عايز اقول ان انت حضرتك ان طول ما انت يعني معاك فلوس، او ان انت يعني بتشتغل او بتدخر او نوع الاستثمارات بتاعتك، خلي كل شهر حضرتك يبقى لك كده جزء يبقى موجود احتفظ بيه، وبقى الشهر اللي بعد الشهر اللي بعد منه اشتري ذهب في الاطار بتاع اللي احنا بنتكلم فيه دوت، لان الدايره اللي احنا بنتكلم فيها دي دايره هتوصلك بعد كده الاستثمار. هل دوام الحال من المحال يا دكتور احمد؟ استحاله، والا هذا ما ينفعش ان احنا نقول ان الكون كله ماشي على دايره واحده. امتى تنكسر هذه الموجه؟ هقولها ان شاء الله باذن الله في لايف، هيكون مفاجاه ان شاء الله باذن الله. هقول امتى هتنكسر الموجه العالميه الأزمة العالمية اللي موجودة. حتى لو اشتدت هذه الصراعات وحتى لو اشتدت هذه الحروب، في ذروة كده بتوصل لها، تمام، لازم بتقف عنها، بعد كده يبدأ ايه المنحنى يندرج. احنا فين؟ احنا لسه في المرحلة الرابعة من التدرج لهذا المنحنى الصاعد. طب امتى نوصل لحد المرحلة الأخيرة؟ المرحلة الأخيرة هي المرحلة الخامسة اللي هعلن عنها ان شاء الله بإذن الله اول ما تبان المؤشرات بتاعتها والملامح بتاعتها. هقول لحضراتكم امتى تنكسر هذه الذروة اللي مرت بيها الأزمة المالية العالمية او أزمة الاقتصاد العالمي في دايرة مشينا عليها دلوقتي على مدار من 24/2/2022 لغاية يومنا هذا. أصدقائي الأعزاء، الذهب للزمن، احتفظ بيه الذهب بتاعك، ما تفرطش فيه. الذهب هو الوعاء والملاذ الآمن لحفظ قيمة فلوسك. ما تمشيش ورا الجروبات، ورا الناس اللي هي مش فاهمة واللي بتغرقك وبتودي حضرتك في 60,000 كده. بالنسبه لي العقارات والسيارات والكلام ده انا هتكلم فيها ان شاء الله باذن الله في لايف تاني، بس انا حبيت ان انا ادي معلومه مركزه جدا لجمهوري، جمهوري اللي انا بعتز بيه، اللي دايما لازم بكون حريص عليه انه يكون واعي ويكون فاهم كويس جدا جدا في دايره التحركات اللي احنا بنتكلم فيها. فندم بعد اذن حضرتك، الذهب للزمن. الناس اللي اشترت في العالي، الذهب سيرتد ليك عاجلا ام اجلا. حضرتك اعتبر ان الفلوس بتاعتك راحت، حد يعني ثبتك على الدائري، خد منك الفلوس، اتنصب عليك. الفلوس بتاعتك موجوده طالما ان هي موجوده في هذا المعدن الاصفر. اشتريت حضرتك عند 3600، حسبنا الله وكفى. ان شاء الله باذن الله ربنا ينتقم في كل من نشر وكل من اشار للاشاعات واللي كنا بنحذر منهم، وكنا بنقول الناس اللي اشترت عند 3800 والكلام ده دي اتحبست في فلوسها، وهتكلم فيما بعد عن خطوره الحبسه بتاعت الفلوس دي. اخر معلومه عايز اقولها لحضراتكم، ان التداول اليومي للذهب هو يعني توقعاته بتبقى المفروض ان هي لا تتخطى ال 24 ساعه. ما ينفعش ان انا استند الى تحركات عالميه في دايره افقيه، لا، لازم يكون الاتجاه بتاع عرضي. وده كلام يعني جزء كده على كبسوله رميتها للناس اللي شغالين في التداول، عشان الهبد عندهم كتير، وهلحقهم ان شاء الله باذن الله، عشان دايره النصب عندهم بقت يعني وصلت الى عنان السماء. وانا بالمناسبه اعتزلت التداول لاسباب دي ما بيني وما بين ربنا، وان شاء الله باذن الله ربنا يعوضني خير ان شاء الله باذن الله، عشان ما حدش يسالني كتير في التداول. قطعا الموضوع ده خلاص ما عادش هتكلم فيه تاني الا لما انا اتكلم في دايره المؤشرات بتاعته. حياتي لحضراتكم جميعا اصدقائي الاعزاء، يا رب تكونوا جميعا بخير، وكل سنه وحضراتكم جميعا بخير. شكرا على حضراتكم ودعم حضراتكم ليا في كل حاجه وكل صغيره وكبيره. اخوكم يعني الصغير الفقير الى الله احمد، في خدمتكم في اي وقت ان شاء الله باذن الله في دايره المعلومات ودايره السبورت والتوعيه في هذه المعركه الشرسه التي تمر بها كل دول العالم، وهي معركه الوعي الاقتصادي. حياتي لحضراتكم جميعا، اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.